السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وراك مخلية. لو عندك وراك وانتي مش عارفة تعملي بيها ايه، هنخليها مع بعض. هنعرف ازاي بنخليها وهنشويها على الشواية او في الفرن بطريقة جميلة وبتتبيلة تحفة. وهنعمل معاها رز مفلفل زي ما انتوا شايفين، رز بالشعرية. وهنعمل معاها بزلة بالجزر، بس هعملها لكم في فيديو تاني. ان شاء الله اكلة جميلة وبسيطة وهتعجبكم باذن الله ومش هتندموا. يلا مع بعض نبدأ مع بعض ازاي نعمل الوراك نخليها. هنا جبت الورك كان عندي. وصراحة زهقت من ان انا كل يوم اعمل وراك او صدور او اعمل فرخة كاملة، فحبيت اغير فيها. جبتها وخليتها زي ما انتوا شايفين. بنجيب العظمة اللي هي من عند الصفحة، ونبدأ نجيب السكينة من طرف اللحمة من فوق، نفصلها اللحمة من العظمة. نبدأ نبعد اللحمة عن العظم بالسكينة. ما تخافوش، مش هتبوظ معاكو. جمدي قلبك، بس لو مش هتعرفي تعمليها ممكن تجيبي وراك مخلية من عند الراجل، تقولي له عايزة اخليها، هيخليها لك بطريقة بسيطة جدا. في عظمة ماسكة في العظمة بتاعة الصفحة اللي هي بقية الصفحة دي، هتبدأي تكسريها بإيدك عشان تبدأ تتفصل من العظمة التانية. كده خلصنا من أول عظمة. مش هنرميها، هنسيبهم ونبدأ نسلقهم في حاجات تانية لما تكوني عايزة شوربة. هنا هنجيب في عظمتين اتبقوا في الورك. هنبدأ نفصل العظمة عن اللحمة زي ما انتوا شايفين كده. كده العظمة بانت عندنا. هنبدأ نشيل من فوق العظمة اللحمة، ونشيل من حواليها اللحمة. هنيجي من تحت العظمة كده، هندخل السكينة ما بينها، وهنشد سن السكينة لحد فوق العظمة. هنلاقيها طلعت معانا زي ما انتوا شايفين كده. في العظمة التانية اللي هي تحت عند الدبوس، هنبدأ نفتح فتحة كده. اهي العظمة التانية بانت عندنا. هنبدأ نشيل اللحمة من حوالين العظمة. هندخل السكينة زي ما قلنا، طرف السكينة كده ما بين العظمة واللحمة زي ما انتوا شايفين كده. هتلاقيها اتقطعت معانا، وشالت بقية الرجل اللي تحت من عند الدبوس. هما العظمتين كده اتفتحوا معايا. زي ما انتوا شايفين العظمة كده اتشالت خالص. بقى عندي الورك مخلي جدا، مفهوش حتة عظمة صغيرة حتى، واتخلى بسهولة قوي، ما اخدش معايا وقت. هنخلي الورك التاني بس بطريقة اسرع عشان اللي ما شافش يعرف يشوفه تاني. هنبدأ نشيل اللحمة من على
من على العظمة بتاعت الصفحة بسهولة جدا. العظمة اتفصلت عن العظمة التانية بخبطة من ايدي. هنبدأ نخلي بقية العظمتين اللي تحت. كده خلصنا الوركين وخليناهم من العظم. هنبدأ نجيب هنا التتبيلة. هنحط معلقتين من الصلصة، اي صلصة عندك، او لو معجون صلصة او عصير صلصة. هننزل عليهم بحبة من الزيت. هنا معايا ملح وفلفل اسمر ومعلقة مستردة ومعلقة كاري وكركم ومعلقة 7 بهارات. هنا معايا بصلة كاملة. هسيب المية فيها وهنزل بيها على بقية الخلطة. هنا شيش طاووق هنزل بيه واقعد اتبل فيه واسيب التتبيلة تتشرب منه. هحطه في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين، او لو قعد ليلة كاملة في التلاجة حلو جدا. وهطلعه واحطه واشغل هنا الشواية. لو ما عندكيش شواية ممكن تحطيها على الجريل وعلى النار، او ممكن تحطيها في صينية وتدخليها الفرن تتشوى عادي جدا، مش هتاخد معاكي وقت. انا صراحة جربت الشواية دي قبل كده وعجبتني، حبيت اجربها معاكم. وزي ما انتوا شايفين كده هنزل بالوراك المخلية وحبة حبة هبدأ اقلب فيهم كل شوية. ما خدتش معايا نص ساعة وكانت خلصت، لان هي اصلا مخلية من العظم. وهخلص التتبيلة عليها، كل ما تيجي تتشرب هحط تتبيلة عليها من فوق واقلبها. كده انا طفيت عليها وهي استوت من جوه وبقت جميلة جدا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. والتتبيلة بتاعتها حلوة قوي. ده كده بعد ما خلصت وحطيتها في الطبق. وعملت معاها رز مفلفل بالشعرية. بجد من جوه مستوية جدا، مش نية. وطعمها تحفة. التتبيلة اللي انا عملتها لها جميلة جدا، ما خدتش معايا وقت، نص ساعة وكانت خلصت واقل كمان. يا رب تكون عجبتكم الوصفة، وان شاء الله نشوف فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.